صاحب المعالي حفلنا البهيج. منذ عقود قال حافظ إبراهيم متحدثا على لسان مصر العزيزة: أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي، إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي. ولأن المملكة العربية السعودية وشقيقتها مصر امتداد لعمق عربي واحد، وهذه الصداقة المترابطة عبر الأجيال والظروف والملمات تشرف الجائزة في نسختها هذه بمشاركة واستضافة الأشقاء من جمهورية مصر العربية، وذلك عبر مستشفاها ذائع التجربة والأثر، مستشفى سرطان الأطفال 57/3/57. ومما يستوقف في لحظة كهذه أن يصر مؤسسه ورئيسه التنفيذي سعادة الدكتور شريف أبو النجاة على المشاركة ولو بكلمة عابرة رغم ظروف مرضه ورحلته العلاجية خارج بلاده. أترككم الآن مع كلمة لسعادة الدكتور شريف أبو النجاة الرئيس التنفيذي المؤسس لمستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أنا بتقدم عظيم الأسف إن أنا ما قدرتش ألبي الدعوة الكريمة لظروف صحية. أنا اسمي شريف أبو النجا، أنا أستاذ أورام الأطفال في جامعة القاهرة وأمراض الدم، والرئيس التنفيذي لمستشفى 57/3/57. في افتتاح المستشفى عام 2007 بدأنا ب 180 سريرا، وتطورت مع الوقت والحاجة الملحة لتصل إلى 386 سريرا. عام 2020 تصبح أكبر مستشفى للسرطان في العالم. استقبلنا منذ بدء المستشفى وحتى نهاية عام 2020 49,955 مريضا بنسب شفاء وصلت إلى 71.7%، ونطمح أن تصل نسب الشفاء إلى النسب العالمية والتي تصل إلى 83%، وذلك من خلال تطبيق البروتوكولات العلاجية المتطورة واستخدام التكنولوجيا الحديثة. وصل حالات المرضى المترددين لاستكمال علاجهم بالمستشفى أكثر من 18,000 مريض سنويا، وتستقبل المستشفى سنويا أكثر من 3000 مريضا جديدا. ووصل حالات المتابعة بعد الشفاء إلى أكثر من 35,000 مريض. كل طفل في المستشفى هو ضنا كل واحد فينا. وكلمة من القلب، مصر والسعودية كانوا وإن شاء الله هيستمروا سند وعضد وحضن لبعضهم. هذه أمانة كلفنا بها الله، وإن الله إذا كلف أعان. تشرف الجائزة بتكريم مستشفى سرطان الأطفال 57/3/57 يمثله سعادة الوزير معالي الوزير السابق الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة.